في حد كده عايز اقول له أدى عليك بإيه وانت فيكي كل العبر وحالك يقلق الكلب الأجرب. صباح الورد والفل والياسمين وكل الحاجات الحلوة اللي في الدنيا. الموضوع بتاعي النهاردة جديد ومحدش عمله قبل كده وليه هدف منه. بصوا، أنا ناوية أنزل الفيديو ده بعنوان الخروج من جروبات أكل العيش، وإن ده فيه قلة ذوق وعدم إنسانية وقلة أدب أحيانا. الأول هتكلم بوجه عام عن الجروبات بوجه عام. هو احنا بنعمل جروبات ليه؟ والله العظيم ما فراغ. في واحدة بتبقى عاملة مشروع ملابس وعايزة تسوق لنفسها على الجروب ده، توري للناس صور اللبس وفيديوهات اللبس والأسعار. واحدة تانية بتعمل جروب للعطور وعايزة توري للناس العطور اللي هي بتقدمها، أو سواء هي بتركبها ولا بتجيبها من بره وبتبيعها، أيا كان هي هدفها ايه. واحدة تانية بتعمل حاجة عن البهارات والخضار واللحوم والكلام ده كله. في حد زي حالاتي كده عامل جروب عشان خاطر عندي كيتشن للأكل البيتي والأكل الجاهز بوجه عام، سواء الجاهز على التسوية أو الجاهز للأكل. هدفي من الجروب إن أنا يعني أنا بعمل إيه على الجروب؟ بحط أسعار الأكل، الأصناف، الكميات، كل المعلومات اللي العميل ممكن يحتاجها، طريقة التواصل إزاي. بحط احيانا صور للاكلات بتاعتي، فيديوهات للاكلات بتاعتي. احيانا مثلا بيكون عندي حاجات متاحة بشكل يومي بحطها برضو على الجروب. اللي داخل الجروب عندي هو عارف هو داخل ليه، لان غالبا اللي بيبقى قايل له ده مطبخ كيتشن للاكل البيتي، ممكن تشترك، بيديله لينك الجروب وبيقول له اتفضل اشترك فيه. وهو داخل على الجروب بيلاقي تعريف للجروب، يعني انت داخل وعارف ان ده جروب اكل. مجرد بقى نبعت نقول المتاح، يا جماعه احنا متاح عندنا النهارده مثلا محاشي مشكله وفراخ ومش عارف ايه، يجي لك واحد كده فلحوس او واحده تروح خارجه من الجروب. طب انت خارجه ليه؟ ودخلتي ليه من الاساس؟ وانت كنت متوقعه ايه؟ طب ما انت لو عايزه حاجه ما تبعتي لادمن الجروب، او تبعتي لي انا كصاحبه الكيتشن وتقولي لي انا كنت متوقعه مثلا ان انا الاقيكوا تعملوا كذا وما لقيتش، فهل ده هيبقى متاح ولا مش متاح؟ بدل قله الذوق وقله الادب. اصل الخروج من الجروب ده احيانا الناس بتفسره وتفهمه ان دي واحده اتعاملت اصلا وما عجبهاش الحال وخرجت، وبتبقى مش دي الحقيقه. دي واحده خارجه فاكراها فسحه، ندخل جروبات الناس ونبوظ اكل عيشهم ونخرج عادي. ده حال من الاحوال. طيب ايه المواقف التانية؟ انا هتكلم عن الجروب بتاعي بصراحة بشكل خاص عشان ده اللي انا شفت عليه مواقف غريبة. في الاول خالص انا كنت فاتحة بصراحة الجروب لاي حد عايز يعلق، اي حد عايز يكتب رأيه، اي حد يسأل على سؤال. وبصراحة لغيت الموضوع ده لان لقيت يعني ممكن حد يدخل يحط حاجات غير مرغوب فيها اصلا، فما علينا يعني. واسباب تانية برضو حاجات من العملاء كده. بس مثلا في مرة حد لجألي وقال لي احنا محتاجين، في طفل عمل حادثة ومحتاجين دم ضروري ليه، وفصيلة دمه فيها مشكلة مش عارفين نوفرها بسهولة، ومحتاجين نعمل اعلانات في كل الجروبات وفي كل الاماكن عشان نوفر دم للطفل ده. طبعا دي حالة انسانية، فطبيعي لما حد يلجأ لي في حاجة زي كده انا ما اقدرش ان انا اقول له لا، او اقول له لا ده جروب اكل بس. ليه؟ ما ممكن يكون حد موجود على الجروب يقدر يساعد حتى بالنصيحة يعني. فبالتالي انا وافقت ان الشخص ده يدخل يعمل يحط السؤال بتاعه ويقول المشكلة اللي عنده عشان لو حد يقدر يساعد. ابص الاقي واحدة خرجت من الجروب. انت البعيدة عدمت الانسانية، انت البعيدة قلبك اتشال منه الرحمة. بني ادم بيعلن عن او بيقول بيشتكي ان في حاجة حصلت عنده طارئة ومحتاج مساعدة ضرورية، ودي حادثة طفل ومحتاج نقل دم. تخرجي ليه عديمة الدم؟ ايه اللي ضايقك في البوست ده؟ ايه اللي زعلك يعني؟ يا عديمة الذوق والاحساس والدم وكل حاجة في الدنيا. ده موقف تاني. في حد كده عايز اقول له أدى عليك بإيه وانت فيكي كل العبر وحالك يقلق الكلب الأجرب. طيب تعالوا نشوف موقف تالت.
في حد اتزنق في فلوس لدرجة ان هو يعني كان معرض لمشكلة كبيرة جدا، وبيبيع عفش بيته من الاخر يعني. فالست دي لجأت لي برضو وقالت لي انا عندي حاجات يمكن تنفع حد، وده ما بيحصلش كتير على الجروب بتاعي، لان انا يعني دي حاجات بتبقى كل مثلا 3-4 شهور مرة ولا السنة مرة. بس طبعا حالات انسانية، والواحد صعب ان هو يقول للناس لأ. فقالت لي انا محتاجة ان انا اعرض الحاجات دي ضروري، منهم حاجات ادوات منزلية، كوبايات ومش عارف ايه، حاجات لم تستخدم وانا عايزة ابيعها. فهل ممكن حضرتك بس تحطيها لي على الجروب، يمكن حد يحب يشتري مني وينقذني من الموقف اللي انا فيه. طبعا دي حالة انسانية انا ما اقدرش اقول لها لا. فرحت حاطه لها الحاجات بتاعتها اللي عايزة تبيعها على الجروب، وقلت ان دي حاجات محتاجين نبيعها يعني لعدم الحاجة ليها دلوقتي، واسعارها هتبقى كويسة وي الكلام ده كله، عشان الناس بس تنقذ الست من الموقف اللي هي فيه. لقيت واحدة خرجت من الجروب، يا عديمة الدم، يا عديمة الإنسانية. انتي ممكن في يوم ربنا يحطك انك تبقي عايزة تبيعي حاجة وما تلاقيش حد يعبرك، حتى ما تلاقيش جروب. انتي بتخرجي عشان خاطر في واحدة عندها حالة صعبة وحالة طارئة وعايزة محتاجة فلوس بسرعة، وبتلجأ لطريقة شريفة مش طريقة غلط ان هي تبيع حاجتها. تخرجي من الجروب مجرد انك تشوفي ان هي محتاجة؟ ايه ده؟ ايه ده؟ انتوا زي ما بيقولوا كده، انتوا دين ابوكوا ايه؟ انا عايزه اعرف انتوا ايه؟ انتوا معجونين من ايه؟ انتوا شياطين ولا ابلسه اللي بيعملوا كده؟ ناهيك بقى حضرتك على ان ده وسيله لقطع العيش. ده انا بشوق قدام اعضاء الجروب ان انا مش مرتاحه في التعامل مع المكان ده وخرجت. لا، دي قله ذوق وقله ادب وقله كل حاجه في الدنيا. انت من البدايه مش مهتم بالاكل، دخلت ليه؟ في حد كده عايز اقول له أدعى عليك بإيه وانت فيكي كل العبر وحالك يقلق الكلب الأجرب. تعالوا بقى نتكلم عن ام كذا. مش عايزه اقول الكلمه يعني، بس اللي هو يعني مهريه ومفروسه والهريه باينه عليها. احط ريفيو العميل بيشكر في المطبخ عندي وبيقول انا مبسوط من التعامل مع المكان ده، تلاقي واحده الغيظ والكيت كلها وخرجت. جرائيه كلمه من 3 حروف. ايه؟ مش عاجبك ان الناس بتشكر في مكان؟ الكيت كالك كده متضايقه ان الناس بتشكر؟ ايه ده؟ ايه الامراض النفسيه اللي موجوده دي؟ فبصراحه انا حتى قررت ان اي حد هيعمل معايا عندي الحركه دي، وخصوصا لما يكون عميل لا تعامل معايا ولا خد مني حاجه مثلا وما عجبتوش ولا الكلام ده، ده لو حب يجي يتعامل معايا تاني، ده بيبقى خلاص بيتعمل له بلوك ومش هتعامل معاه. انا ما يشرفنيش ان انا اتعامل مع حد يكون مصدر اذى ليا ويأثر على اكل عيشي. اللي يحاول يبوظ لي اكل عيشي انا هبوظ له مصالحه كلها. هي لو لجأت لي عشان خاطر تعمل اي حاجه مصلحه على الجروب، بيزنس، اي حاجه، هقول لها انا اسفه، مش هعمل لها حاجه والله، وده مع عقاب، بس ده الصح عشان الناس تفوق لنفسها. بطلوا قله ذوق، بطلوا قله ادب. لو انتوا ما عندكوش دم وما عندكوش انسانيه يبقى ما تستاهلوش ان الناس تتعامل معاكم. انتوا ألعن من الشياطين، ألعن من الصهاينه بصراحه. ده انتوا بتضروا الناس في اكل عيشها، وبتاخدوا مواقف اخطر المواقف الانسانيه. هو في اكتر من ان طفل عايز نقل دم لما نطلب له نقل دم على جروب الناس تخرج من الجروب؟ ايه ده؟ ايه ده؟ على العموم ده كان فيديو من باب الفضفضه، بس اوريكم المواقف اللي زي الزفت اللي الواحد بيشوفها في شغله، وان فعلا في ناس كده موجودين اللي هو خلقت للاذى مش اكتر. يعني يا ريتني انا بستفاد منهم فلوس عشان اتحملهم، ولا بستفاد منهم شغل، ولا بستفاد منهم اي حاجه. دول مخلوقين للاذى. فمن البدايه يا حبيبتي انت وهو، ويا كابتن انت وهو،
لو انت مش ناوية تشتري اكل ومش ناوية تطفحي من مكان او مش ناوية تشتري لبس او برفيوم، ما تدخليش الجروبات دي، مش فسحة يا حبيبتي. انت مش داخلة تتفسحي وتخرجي. بطلوا اذى للناس بقى، بطلوا قرف وبطلوا كيد وحسد وحقد وغل. ايه ده؟ انتوا هتقابلوا ربنا ازاي؟ هتقابلوا ربنا وانتوا قلوبكوا سودا كده ازاي؟ وشكرا. في حد كده عايز اقول له ادعي عليكي بايه وانت فيكي كل العبر وحالك يقلف الكلب الاجرب.